السلام عليكم، معاكم فطوم. النهارده هنعمل طاجن الدفا. هو ده اللي ينفع في الشتاء. برام رز معمر تحفة يا جماعة، وسهل جدا جدا جدا، وهتعمليه بكل سهولة. وعلى فكرة مش لازم طاجن ابدا، ممكن صينية عادية، ممكن بايركس. ما توقفيش خالص انتي تعمليه. اولا كده جبت قطعة زبدة من اللي احنا كنا عاملينها، اللي احنا عملناها وسيحناها لسمنة. جبت قطعة منها وبدأت كده زي اغلف الطاجن بيها. تقدري تعملي برضو الحركة دي في الصينية عادي جدا، في البايركس عادي جدا. بس هو الطعم في الطاجن بيكون مختلف، بيكون طعمه حلو قوي يعني. زي ما انتوا شايفين كده، اخدت قطعة يعني صغيرة مش كبيرة قوي، وغلفت الطاجن كله. بعد كده هعمل ايه؟ هنزل عندي بالرز، كوبايتين من الرز المصري المغسول. وهنا لازم يكون مصري، ما ينفعش بسمتي. في المرحلة دي بقى انا هحط الملح والفلفل. انت عندك في المرحلة دي حمام مستوي تقدري تحطيه، عندك لحمة تقدري تحطيها، بس طبعا لازم يكون كل حاجة مستوية كويس جدا ومتبلة حلو عشان تدي طعم حلو كمان للطاجن. انا هنا مش هحط اي حاجة غير ملح وفلفل واللبن وبس. طاجن اقتصادي رز معمر كده، بس طعمه تحفة يا جماعة، خطير خطير خطير. وطبعا تقدري تعملي جنبه فراخ او لحمة، مش لازم جوه الطاجن يعني. هبدأ ان انا اقلب كده بس بالراحة، مش عايزة الزبدة اللي انا دهنت بيها الطاجن تختلط بالرز، لا انا عايزاها تفضل مكانها. قلبت الرز بتاعي. هبدأ بقى دلوقتي اعمل ايه؟ اجيب اللبن، ولازم يكون لبن بلدي. بصوا بوريكم اهو، بصوا القشطة عليه لبن بلدي. لو مش عندك لبن بلدي وهتجيبي اللبن المعلب، يبقى لازم تحطي عليه قشطة. انا هنا حطيت بقى شوية فلفل اسود وشوية ملح عشان برضو ابقى مملحة اللبن كويس جدا. هقلبهم جدا جدا كويس لحد لما احس انه خلاص التوابل بتاعتي اختلطت مع اللبن. هبدأ بقى انزله على الرز، وخلي بالكوا هنا اللبن سخن. تمام. والرز زي ما انتوا كنتوا شايفين مغسول ومتنشف كويس جدا، مفيهوش ميه. هبدأ ان انا اقلب بالراحه كده زي ما انتوا شايفين، علشان الزبده بتاعتي ما تختلطش مع اللبن، في بينها فاصل بينها وبين اللبن في الرز. هحط بقى على الوش ايه؟ شويه قشطه. ودي برضو يا جماعه قشطه من بتاعه اللبن، يعني انا ما جبتهاش من بره، بس انتي لو ما عندكيش، انا علشان خاطر بشيلها. انتي لو ما عندكيش هاتي قشطه بلدي، مش المعلبه، مش اللي هي العلب، لا انا عايزه قشطه بلدي تتحط على الوش. دخليه بقى الفرن ساعه الا ربع، طبعا على حسب الفرن عندك، بس هي ساعه الا ربع بيكون حلو جدا. ولو فرن كهرباء بياخد تقريبا ساعه. بصوا بقى يا جماعه الجمال، انا ما شغلتش الشوايه ولا اي حاجه، هو الفرن من تحت بس. شفتوا بقى يا جماعه اللي انا بقول لكم عليه، الزبده باينه ازاي في المعلقه، لان انا ما قلبتهاش مع اللبن ولا قلبتها مع الرز. انا هنا عملت معاه بيض مسلوق عادي وحمرته، وبصراحه هو اصلا مش محتاج جنبه حاجه يا جماعه، هو خطير لوحده. بصوا تحسوا كده ان انتوا حاطين مثلا 3 كيلو لبن في الطاجن ولا حاجه. بصوا الرز اولا مفلفل جدا، طعمه حلو قوي. طيب انا لو مش عارفه ان انا اعاير معيار اللبن والرز مع بعض. اولا انا حطيت كوبايتين الرز، حطيت عليهم كيلو من اللبن. طيب انا لو عايزه اعمل كوبايه واحده، كوبايه واحده عليها كوبايتين من اللبن. الطعم يا جماعه خطير بجد، خطير خطير خطير. بصوا هنا قربت لكم شويه بقى عشان تشوفوا الطاجن كده من جوه. اولا الرز مفلفل مش معجن، ما تخافيش خالص هو مش معجن، وطعمه لذيذ بجد. اتمنى تكوني الوصفه سهله وبسيطه وتجربوها، لازم تجربوها وتقولي لي رايكم. ما تنسيش تضغطي على زرار الاشتراك وتعملي لي لايك وشير عشان يوصلك كل جديد بينزل. والف هنا وبس.